السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. الفيديو تاع نهار اليوم جبت لكم فيه طريقة تحضير تشيشة مرمز البسكرية، تشيشة مرمز ولا تشيشة بيضاء كل واحد واش يسميها. لهنا جبت الخضرة تاعي نقيتها كما راكم تشوفوا، بديت معاكم في المكونات مباشرة باش ما نطولش عليكم في الفيديو. الوصفة هذه تحبي ديري فيها خردل عادي ولا خردل عربي وفول، ولا ديري خردل وحده ولا فول وحده، ولا تحبي تستغني اصلا على الخضره، ولا تقدري ثاني تضيفي لها باذنجان في بلاصه الخردل ديري باذنجان، كل واحد وش يحب. انا هنا متوفر عندي فول وخردل، راني حطيتهم مع بعض، غسلتهم ونقيتهم حطيتهم على جهه، جبت ماء طيبتهم في الماء، درت لهم شويه تاع الملح وحطيتهم على جهه يطيبوا يوجدوا. من جهه واحده اخرى جبت المهرس تاعي، درت فيه كميه معتبره تاع الثوم، ولحت فيه شوية شحمة قديمة ولا شحمة قاوية كل واحد واش يسميها، ولحت معاه ثاني فلفل أخضر، وضفت ثاني القليل من الملح. ما تكثروش الملح البنات هنا خاطر من بعد راح نضيفوا لها الفلفل المرقد ومالح كما تعرفوه، سما ما لازمش تكثروا الملح. لهنايا جبت ثاني الطماطم تاعي قطعتها وحطيتها على جهة. البنات هنايا فقط طماطم، اذا عندك طماطم طايبه هذيك خلاص، هذيك هي اللي تليق في التشيجه. اذا ما عندكش طماطم طايبه هذيك طول، من الاحسن تكون شويه يعني متوسطه، ما تكونش نيه خضراء وما تكونش حامضه، لازم تكون طماطم حمراء طايبه مليح، ولا عادية كيما راني ندير فيها. شوفوا هنا زدت لها شوية تاع الزيت وليت نمرس فيها كيما هاك. الوصفة هذه تجي كيما هكذا، ما لازمش ترابي لها الطماطم ولا ترحيها، من الأحسن انك ديريها هكذا. هذه هي البنة نتاعها. شوفوا هنا الطماطم كيما قلت لكم راني لقيت صعوبة شوية في كي جيت نمرسها، من الأحسن انها تكون طماطم حمراء طايبة بزاف، ولا سيرتو إذا لقيتي طماطم تاع برا تاع الشمس كيما يقولها، طماطم طايبة على الشمس ماهيش تاع البيوت بلاستيكية، هذيك تجي الوصفة تاعها هايلة. لهنا حطيت الخضرة تاعي، الثوم والفلفل اللي كنت هرستهم، حطيتهم فوق الطماطم هذيك اللي مرستها. وصفة سهلة خلاص يعني، مكوناتها بسيطة. لهنا تحبي تضيفي طماطم الباط، تحبي ما تضيفيش، هذه اختياري يعني، طماطم تاع الباط اختيارية. انا نحب ندير شوية برك هكذا على راس المغرف كيما شفتوا باش ما تجينيش بيضة طول. حطيت المكونات نتاعي في الحلة تاع الطين ولا في المرميطة تاع الطين. الحلة تاع الطين راح نخليها تطيب على نار هادية، ويعني بنتها ما تروحش. كيما قلت لكم هنا راني زدت شوية تاع فلفل مرقد ولا بوفجوخ كيما نقولوا حنا، هذا فلفل تهرسيه وتحطيه في الماء والملح، يجي بهذه الطريقة. هنا زدت لها ماء بارد مش سخون، وزدت لها تشيشة المرمز، هذا المرمز ولا تشيشة مرمز اللي هو شعير يكون أخضر، نفوروه ونيبسوه ونرحيوه يولي لنا بهذا الشكل، شعير عادي. هنا زدت مغرفة حوالي نصف مغرفة تاع زيت. الوصفة هذه تحب الزيت شوية ماشي بزاف، يعني لازم تعرفي لها الكيل تاعها تاع الزيت. كيما شفتوا انا هكا مغرف تاع التشيشة درت لها تقريبا مغرف ماشي معمرة تاع الزيت، وحطيت التشيشة تاعي طيب على جهة. بعد حوالي واحد ربع ساعة هكذاك راح نضيف لها الخضرة اللي طابت. لهنا بزاف راح تتسائلوا يقولك علاه ما طيبتش الخضرة وزادت المكونات هذيك مع الخضرة. الوصفة هذه من الأحسن طيب بارد في بارد، التشيشة طيبها في البارد، ولا هنا الخضرة إذا طيبتيها وزدتي لها التشيشة راح تكون الماء تاع الخضرة سخون. على هذيك أنا نطيب الخضرة بحدها ونضيفها للتشيشة اللي كانت طابت باردة. فهمتوا كيفاه؟ يعني كيما هكا الوصفة هذه باش تجيك بنينة. ناس بكري كانوا يطيبوها كيما هكا، انا نطيبها الحق كيما هكا وتجيني بنينه بنتها وحدها يعني. لهنا كنت انا وجدت ديجا الكسره نتاعي رقاق، عجنته ما وملح عادي وطيبته في الطاجين كيما تعرفوا، وتحصلت عليه بهذا الشكل. هنا الرقاق البنات ماذا بكم يكون تاع ديروه بالفرينه، يعني ما تفتحوه بالفرينه ما تفتحوش بالزيت، ولا اذا درتوا الزيت ما تكثروش خاطر الوصفه هذه ما تحبش الكسره تاعها تجي فيها الزيت بزاف، سيرتو اذا كان سميد هذاك فيه العلك بزاف. هنا أنا الكسرة تاعي تاع قمح ماهيش تاع سميد. وكيما راكم تشوفوا وجدت التيشة تاعي وسقيتها هنا في المثرد هذا، ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش تتفاعلوا مع الفيديوهات، حطوا لي لايك وتعليق على اسفل الفيديو. وكل واحدة دخلت جديدة لقناتي نقولها مرحبا بيك في قناتي وشكرا على تفاعلكم. وهنا في الاخير ما تنساوش رشة تاع شوية دبشة وفلفل اخضر اذا عندكم. وشاهدكم في الجنة، وشكرا على المشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.